اقولك على حاجه هتحطيها على سلق الفراخ هتوديها في حته تانية خالص. عايزه اقولك ان احنا اغلب الناس بتعملها غلط، بتسلق الفراخ غلط. النهارده اقولك على حاجه حلوه قوي في الفيديو هنحطها على الفراخ وطريقه جامده جدا ان شاء الله هتعجبك. انا جبت الفراخ وغسلتها غسله حلوه زي الفل زي ما انت شايفه كده، وهحط لها حاجه حلوه قوي. اول حاجه هحطها طبعا مش دي اللي انا هقولك عليها، اول حاجه كده دول كانوا وركين. انا جبت بصلايه مقطعاها صغير وحطيت عليها ملح وفلفل اسود، وهدعك الملح والفلفل الاسود جامد كده في بعض، وبعد كده هحطهم بين الجلد وهفرك بيهم الفراخ حلو جدا جدا. تمام، بس اول خطوه انك تدعكي الملح والفلفل، اهم حاجه في البصل. تمام تمام كده زي ما انت شايفه كده. انا بحط البصل في الوراك وبين الجلد عشان البصل والملح والفلفل الاسود يدخل في جلد الفراخ وفي لحمه الفراخ كده، ويطعم حته اللحمه بتاعه الفرخه. تمام تمام. واحسن حاجه ان انت تسيبيها يعني قد نص ساعه ولا حاجه. كل ما تسيبيها في الفرخه كل ما طعمها يبان اكتر، كل ما التتبيله يعني دي التتبيله بسيطه، كل ما التتبيله تاخد وتدي كده مع الفرخه. هقولك بقى على حاجه حلوه قوي هحطها في الفراخ وانا بسلقها، هتغير من الفراخ خالص جدا. هنا بقى جبت حله وحطيت حته سمنه، وحاطه الناحيه التانية ميه عشان تغلي، عشان الميه سخنه، وهحط الفراخ على الجلد كده، على الجلد كده. لما السمنه تسخن وتقومي منزليها تشوحيها تشويح حلوه قوي قوي قوي، وبعد كده هتحطي عليها طبعا بقيه تتبيله البصله وقلبي فيها كده. سيبيها اول حاجه لغايه ما الجلد يعني ينشف كده، وحطيت الليمونه السمرا دي وكمان عود القرفه. تمام حلو زي الفل، وحطيت ورق لورا. عايزه اقولك الحاجات دي كلها بتنكه طعم الفراخ. وكمان حطيت حبهان ولازم تفتحيه. هنا بقى بشوحها كده، بشوح الفراخ وريحتها عايزه اقولك كانت خطيره. ريحه البصل مع الحبهان مع اللورا مع عود القرفه والليمونه السمرا دي جميله جميله. هنا بقى عايزه اقولك التكايه اللي انا بحبها جدا ان انا بحط قرن فلفل حامي او رومي براحتك جدا، بس ناس كتير بتعترض عليها، انا بصراحه جربيها هتعجبك جدا. وكمان حطيت بصلايه وطماطمايه يعني قطعتها، وكمان حطيت شويه فلفل اسود تاني، وحطيت ملح، وحطيت واحده ماجي. وعايزه اقول لك التركيه بتاعت الوحده الماجي دي بتودي الشوربه في حته تانية خالص. عايزه اقول لك بتعزز الطعم قوي، هي وقرن الفلفل الاخضر. ناس كتير لما عملتها في الفيديو اللي فات اعترضت، بس عايزه اقول لك جربيها على ضمانتي هتعجبك جدا. هنا بقى بعد ما شوحتها هننزل الميه السخنه عليها بالشكل ده. بصي بقى هتلاقي شويه شوربه رايقين كده وطعمهم حلو وجميله جدا. هنا بقى اي ريم يطلع تشربي المعلقه، تقلبي كويس جدا، واول غلوه كده هتغلي وتقومي شايله اي ريم عليها زي ما انت شايفه كده. انا بشيل الريم طبعا. في الفيديو اللي فات يا جماعه انا كنت بشيل الريم، بس طبعا ما مش كل حاجه هصورها يعني، عشان انا ما بحبش الفيديو يبقى طويل. يعني الفيديو ده كان طويل تقريبا 7 أو 8 دقايق، وبعد كده رحت انا منتجته بصوتي بعديها، عشان الفيديو انتوا بتحبوا الفيديوهات القصيره. تمام تمام اهو زي ما شايفه كده. بص بقى الشوربه رايقه وجميله وحلوه قوي. كل ده بقى الخضار ده كله هيتهري وهيدي طعم للشوربه هايل. وقرن الفلفل ده عايزه اقول لك خطير. بص بقى الشوربه رايقه ولونها جميل، والدسم بص عليها قد ايه، بسم الله ما شاء الله. شويه شوربه يعني ما اقولكيش بقى، بسم الله ما شاء الله زي العسل والله العظيم. شويه شوربه جمال قوي، ريحتهم كانت قلب البيت بصراحه، ويعني طعمهم كانوا حكايه. انا عايزه اقول لك والله طعمهم كانوا حلو قوي. عايزه اقول لك بعد ما خلصت جبت طبق وحطيت فيه شويه عيش، قطعت عيش وحطيت كبشتين شوربه وقعدت اكل فيها.